يستأنف المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم هذا اليوم على حد في القاهرة معسكره الخارجي بقيادة الكابتن محمد حسن البعداني. المنتخب اليوم يستأنف تدريباته بعد عودته من أوزبكستان. كابتن محمد حسن البعداني، كيف رأيت المنتخب في أوزبكستان وكيف كانت النتيجة، وهل كان همك النتيجة أم مستوى الفريق؟ كيف تقيم مشاركة المنتخب في أوزبكستان؟ حياك الله ابو شامل، وسعداء بلقائك اليوم وحضورك معنا اول تمرين للمنتخب في المعسكر التدريبي في منيل شيحه. بالنسبه لمباراه اوزبكستان، طبعا نحن كنا سعداء انه نلبي طلب الاتحاد الاوزبكي بلعب مباراتين وديتين. بالنسبه للجاهزيه ما كانت بالفورمه بعد اجازه العيد، يعني حوالي 10 ايام يمكن مع رحلات السفر، طبعا 10 ايام اللي توقفنا فيها، ومن ضمن العشر الايام هاي رحله طويله، يعني يوم كامل كنا مسافرين ما بين ترانزيت وبين سفر، يعني على متن الطائره. الكلام هذا ما هوش مبررات، وانا مش من النوع اللي يهرب من الخساره. انا عندي من الشجاعه ان انا اتحمل مسؤوليه، وانا طبيعي يعني من ناحيه ادبيه اكون مسؤول على خساره الفريق. لكن للاسف كمان لما نفوز البعض يحرف الفوز ويوجهه باتجاه اخر، يوجهوا لي مدربين اخرين يعني ما همش مدربين بالمنتخب. نحن قائمين على المنتخب سواء في الفوز او الخساره، على الاقل نكون منصفين بعيد عن التعصب والعنصريه والرباطيه الحمله يعني اللي عاملينها. ما تفيدش بالاخير، ما تفيدش. ان انا بالاخير رصيد التدريبي يدافع عني، مش انا اجلس اتكلم عن نفسي. ولست بحاجه لتعريف الناس بمن هو البعداني. رصيدي بالانديه قبل الوصول الى المنتخب يعزز الكلام هذا، وما اجيتش انا من الطاقه قبضت باراشوت كذا للتدريب. انا اجيت من الملعب كلاعب منتخب وطني مدرب، حققت انجازات مع الانديه ولله الحمد ومع المنتخبات. ما يهمناش. انا طبعا كلنا نطمح للفوز سواء بالمباراه الرسميه او الوديه، لكن ما هوش الهدف من المباراه الوديه انك تفوز في الوديات وتخسر. يعني اذا انا فزت على اوزبكستان الفريق المحترم الفريق القوي 10-0 ورحت خسرت من تايلاند 1-0 وخرجت من البطوله، ايش تبي؟ يعني ايش اللي اضاف لي للفوز على اوزبكستان؟ يعني المباراه الوديه لمعرفه مكامن الخطا والصواب بالفريق او مكامن نقاط الضعف، يعني فين يكمن نقاط الضعف والقوه بالفريق تبان في مباراه زي هكذا قويه يعني على مستوى عالي. وبعدها يتم الشغل عليها، سواء الجوانب الايجابيه تعززها والجوانب السلبيه تحاول تتلافيها في قبل الاستحقاق. خسرنا المباراه الاولى 5-1، ولو تراجعوا المباراه تفرق المنصب يعرف انه ما هيش اخطاء مدرب، اصلا هي اخطاء شخصيه، يعني هدفين في مرمانا عكسيه. وبقيه الاهداف يعني نحن حذرنا اللاعبين ودربنا على عدم اعطاء ومنح المنتخب الاوزبكي الفاولات الجانبيه او عند المرمى او الكورنرات. الهم يا كابتن، يعني انت انا اختصر لك اكمل الكلام، انه الجانب البدني فقط هو اللي خان المنتخب، لانه بالاخير حتى المباراه الثانيه كنا واقفين صح ومتمركزين في اماكننا بشكل ممتاز جدا. فلما بدا المنفوذ يعني المخزون اللياقي يقل فقد التركيز بعض اللاعبين، والكره اخطاء يعني بالاخير يعني استغلوا الاخطاء وسجلوا هدفين. وانا ما قد شفت يعني مباراه وديه تحكم على مدرب فيها الا داخل اليمن. انا قد قلت من قبل بلد المليون شهيد الجزائر، وهنا بلد المليون مخرب او مدرب. الجمهور حقنا كله مدرب، مع احترامي طبعا مش الجمهور كله، في منصفين واقفين مع المنتخب ويآزروا، وانا عارف الحمله من وراءها ومن. تفضل. طيب كابتن، الان اعتقد الفتره ضيقه جدا للنهائيات، هل تعتقد هناك او الوقت كافي لجاهزيه المنتخب للنهائيات؟ وايش طموحك او تفكيرك او خططك للمعسكر او قبل النهائيات؟ مباراة ودية، جانب بدني، اضافة لاعبين جدد، يعني المعسكر التدريبي زائد المباراة الودية اللي بلعبها، انا اعتقد بنوصل الى فورمة كاملة سواء فنية بدنية يعني مهارية تكتيكية بدنية، بنوصل اليها. يعني في 13 يوم رحنا، في 18 يوم 13 في تعز وخمس ايام
في مصر رحنا البطولة العربية ونافسنا عليها ووصلنا بين أفضل 4 فرق على مستوى الوطن العربي يعني. ونحن ما كناش يعني بجاهزية كامل، لكن كان الفريق غير الفريق اللي الآن موجود. يا أخي فريق منقوص من أهم لاعبيه الآن طلعوا بعد وتم إحلال لاعبين جدد بدالهم، وما قد لعبوا مباريات دولية، أول مرة يلعبوا. وأنا والله لو معول على كلام الناس والخسارة والمباراة الودية والفوز ما كنت أصلا أعطيت فرصة. حتى المباراة الثانية ريحت عادل عباس، ريحت لاعبين مهمين عباس الخضر، وأشركت لاعبين صغار أول مرة يلعبوا أصلا. فما تهمنا أخسر ولا يهمنا أصلا الحملات اللي بتشن عليها. احنا ردنا بيكون عبر اللاعبين في بطولة آسيا فقط، هذا كل اللي أقدر أقوله. طيب السؤال قبل الأخير كابتن، هل تعتقد أن البرنامج الذي قمت به قبل النهائيات هل تعتقد أنه كافي البرنامج الآن للنهائيات، وهل تم تنفيذه بالكامل أم هناك نواقص؟ حتى الآن لا، حتى الآن يعني راضين عن البرنامج، لأنه أن تأتي متأخرا خير من لا تأتي يعني. صح تأخر معسكر المنتخب لكن في الوقت بقية يعني، عاد نحن قادرين نلحق نسابق الزمان وما تجي البطولة إلا والفريق بالفورمة العالية. معك تمرين يا كابتن، وآخر سؤال، هناك عند الفوز يظهرون الكثيرين عند الفوز، وأنت شايف أنتم الآن في معسكر وفي تمرين، كيف تشوف الدعم والمؤازرة يعني قبل النهائيات، وكيف كان الدعم بعد الفوز؟ يعني ايش انت كلمتك حول هذا الموضوع المهم؟ هناك كان وعود بدعم المنتخب والوقوف من كل جهات وشركات وتجار. نحن اشدنا بالشيخ فيصل نقاد لانه دعم الفريق قبل سفره يعني، قبل سفرنا قبل انتهاء المعسكر التدريبي في صنعاء دعم الفريق، وكنا نتمنى انه يتم دعم الفريق قبل يعني، مش بالفلوس، مش اللاعبين والجهاز الفني، دعم الفريق بمعسكرات يعني مع التجار يدهم بيد الاتحاد، يعملوا معسكرات قوية ويوفروا مباريات قوية. لكن ما للأسف حتى الآن أنا أعتقد ما فيش، ومش إلا كذا، حتى في مشجعين يظهروا بعد الفوز كمان. شفت كيف؟ لما نفوز الفوز لفلان وفلان وفلان، ولما نخسر يعني تصور واحد يقول لك أنا أذكر مرة قولوا البعداني انت ما لك دعوه بالفوز، الفوز لاعبين لزعطان لا للكابتن قيس وعلي النونو وعلي النونو والكابتن هيثم مساعدي طبعا وانا برا. لكن لقد لما خسر الفريق الحين انا اتحمله، بس ما ابيش الا انا ابوها وامها يعني، قليل من الانصاف بس. شكرا كابتن وما قصرت، والله يوفقهم ان شاء الله. وان شاء الله نحن نرى ان المنتخب يسير باتجاه صحيح وبالتوفيق ان شاء الله. ما علينا.